الرابع من آب من كل عام يوم مولد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. هو محمد عبد الرحمن عبد الرؤوف عرفات، وكنيته أبو عمار، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب عام 1996. ترأس منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قائد حركة فتح، أكبر الحركات داخل المنظمة، وحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1994. نحن هنا في ضريح الرئيس أبو عمار لنتذكر عيد ميلاده ولنترحم عليه فرادى وجماعات، ولنرسل رسالة باسم مؤسسة ياسر عرفات وكافة المؤسسات التي تصل اليوم إلى هذا الضريح، لنقول بأنه موجود فينا، باعتبار أن ياسر عرفات ليس مجرد شخص عادي حكم فلسطين أو قاد الثورة الفلسطينية، إنما كان هو باعث الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وأن مسيرته ورسالته لم تنتهي بعد، وأنها مستمرة حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق السيادة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. لم تكن حياة الراحل ياسر عرفات إلا تاريخا متواصلا من النضال والمعارك التي خاضها، وأسس من مجموعها تاريخا جديدا وحديثا لفلسطين، بحيث غدت القضية الفلسطينية رمزا عالميا للعدالة والنضال، وجعل من كفيته رمزا للحرية والاستقلال. هذا اليوم دائما بنتذكر، واحنا دائما بنتذكره، لكن بهذا اليوم تحديدا يعني كنا كشعب فلسطيني بنتذكر هذا اليوم من اجل انه يكون في وفاء لقائدنا العظيم المؤسس لمنظمة التحرير الفلسطيني، المؤسس للثورة الفلسطينية. نتذكر الحطة الفلسطينية اللي هي رسمت خارطة فلسطين وحددت الثوابت الفلسطينية من أجل حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا نعتبره جزء صغير من وفائنا لهذا القائد العظيم في هذه المرحلة الصعبة في تاريخ الشعب الفلسطيني. ياسر عرفات الزعيم المثير للجدل في حياته وموته، هو الرجل الذي قاد إحدى أهم الثورات في العالم نحو الحرية والاستقلال العادل، الزعيم الذي بقي سر رحيله غامضا. من مدينة رام الله لتلفزيون القدس، رباع عياش.